يونس عليه السلام لما كان في جوف البحر، تعرف الظلمات ذكرها الله، ظلمات، ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر الخضم، وظلمة الليل. ولما ابتلعه الحوت ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله آية هذه يقشعر لها الجسد يا شيخ. أسألك يا أبو مصلح الآن، شوف تأمل معي، شوف القرآن عجيب. هنا الآن قال يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك، هذا ثناء على الله كله صح. وبعدين إني كنت من الظالمين. طيب بعدين ايش تبغى؟ ما ذكر الله ايش بغى. هل قال فأنقذني؟ قال اطلعني يا رب؟ أبدا والله ما قالها. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جت الآية اللي بعدها فاستجبنا له. كيف استجبنا له؟ طيب هو ما طلب. نعم هو أظهر فقره لربه، والله يعلم ما في القلب. ولهذا لو دعوت الله يا شيخ 2 3 ساعات كلها ثناء على الله ولم تذكر ولا شيء طلب، يكفي هذا. ذاك يقول أمية بن أبي الصلت يقول أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، يعني عطاؤك، إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يكفي بس تثني على الله بس.